قد يظن العبد أحيانا أنه أيس، لكن من يلجأ إلى الله؟ من عنده اليقين أن الله عز وجل بيده كل شيء؟ من عنده يقين أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن البلاء مهما اشتد فسيكشفه الله جل وعلا ولو بعد حين. أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما شاء. إن ظننت بربك خيرا أعطاك الله خيرا. عندك اليقين؟ عندك حسن التوكل على الله؟ عندك الثقة بالله جل وعلا؟ هل أحسنت الظن بخالقك؟ هل علمت الحكمة من هذا البلاء؟ أيها الداعي إلى الله، توكل على الله فالهداية عند الله. يا صاحب العمل وطالب الرزق، توكل على الله فالرزق عند الله. يا من تذهب إلى الأطباء من مستشفى إلى آخر تبحث عن العلاج لنفسك أو لأولادك، توكل على الله فإن الشافي الله. يا من يطلب أمرا من أمور الدنيا، ابذل الأسباب نعم، لكن لا تتوكل إلا على الله، ولا يتعلق القلب إلا بالله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لما فقد الرسل الأمل بالناس جاءهم النصر من رب الناس، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الجأ إلى ربك جل وعلا، واعلم أن الدنيا لها حوادث، لكن ما لحوادث الدنيا بقاء. قال الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. هذه الأيام دول، قد يضرك اليوم بعض أيامها، لكن ستسرك يوما من الأيام. ولن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اسأل الله وانتظر الإجابة من الله جل وعلا، فإن النصر مع الصبر، والفرج يأتي بعد الكرب. ومهما طال الليل فإن الفجر قادم، أليس الصبح بقريب؟